وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصفهم الله عز وجل بالنصر وعزروه، فالصحابة عزروا رسول الله ونصروا الله عز وجل ورسوله. النصوص أيها الإخوة الكرام التي ذكرناها عن علي مقطوعة الفهم، شاهدة لما نريده من أن علي لم يطلب الولاية ولم يلتمسها، والنصوص التي أتى بها شبهة، فيها شبهة أقل ما يقول علي أنه نحن أتقياء التمسوا سمتنا، نقول هذا. فمن أين أخذ السؤال النقطة؟ أنتم حتى تعرفوا الحق شيعة وسنة خلال 12 يوم، انظروا من الذي يجيب عن السؤال بالضبط. نحن طرحنا السؤال أمس وتركنا لكل الحوزات الجواب. ما هو السؤال؟ كان أين علي قال أن الإمامة ركن وأن من لم يؤمن بها كافر ولعن أبي بكر وعمر؟ هل سمعتم اليوم كله شيء من هذا؟ من الأيام الماضية لا من الكتاب ولا من السنة، وأسمعناكم ما يخالف ذلك، ثم فوجئت اليوم لم يذكر قضية اللعن التي قال إنها عقيدة عند الشيعة، لم يذكر دليل واحد أن من أحب أبا بكر وعمر كان كافرا، أن من أخذ من أبي بكر وعمر كان كافرا. أقول لذلك يتبين لكل مسلم ومنصف أن السنة هم شيعة علي حقا، السنة هم شيعة علي حقا. اسمعوا حتى النصوص سمعتوها من الدكتور الفاضل، اسمعوا هذا النص من الحسن رضي الله عنه، يقول: فقال: أرى والله، اللي يقسم هو الحسن رضي الله عنه وارضاه، معاوية خير لي من هؤلاء. يقول لا الجيش كذا، عم يقول لأهل الشيعة، لا شيعته كلهم خير لي من هؤلاء. يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي. إذا قتلوا الآن المسلمين بسيطة، إذا أرادوا قتل الحسن بكلام الحسن، وأخذوا مالي، والله لأن آخذ من معاوية، أنا طبعا ما أقول رضي الله عنه التزاما بالنص، عهدا أحقن به دمي وآمنوا به في أهلي خير من أن يقتلونني. الله أكبر. وقتلوا بعدين الحسين، قتلوهم. طيب، فيضيع أهل بيتي وأهلي حيضيعوا إذا قتلت. والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني به إليه. ولذلك رأى فيهم ما رأى، فذهب رضي الله عنه وبايع معاوية رضي الله عنهم جميع، وبهذا اجتمعت كلمة الأمة. والله جاءتني الآن فكرة جيدة، سامحوني، فكرة جميلة جدا، جميلة جدا تنهي الموضوع. يلا بسم الله. لما كانت الولاية مع أبي بكر ولم يدعيها علي، وكانت مع عمر ولم يدعيها أحد من آل البيت، وكانت مع عثمان ولم يدعيها أحد من آل البيت، ولما اختلف في الولاية حصلت الفتنة الهوجاء في الأمة، فلما الحسن رضي الله عنه ترك مسألة الولاية رجعت الأمة وحده. إذن أين حصلت الفتنة؟ عندما ادعيت الولاية. هذا لا يعني أن علي هو أحق يقتئذ بكل أهل زمانه، وهو مشان نبشره هو أحق من معاوية رضي الله عنه بالخلافة. لكن لاحظوا الآن فعلا ذي الفكرة. علي وافق على الخلافة لأبي بكر، علي وافق عمر، ووافق عثمان، ما يوجد فتنة. حصل قاموا الشيعة وقالوا انتوا صارت الفتنة وصارت الدماء، فلما تنازل عنها الحسن وسكت عنها رجعت الأمة موحدة، وسموها أهل السنة عام الجماعة. والحسن رضي الله عنه بقي مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. ورأيتم، أنا عندي إن شاء الله بعد بيجينا فترة سأقارن بين مذهب أهل السنة، بين مذهب الحب والجمع الكلمة، وبين التشتت والدعوة إلى التكفير والقتل وما شابه ذلك. عندي نص جميل جدا، هذا اللي شوف نحن نقرأ من نصوصهم عن الإمام الصادق. اسمعوا هذا النص في الشيعة.
ومن كتبهم. العلامة المجلسي في بحار الأنوار اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي إلى آخر مستدركات العلم كله موجود، اللي يبغى بالصفحة ويكتب الشيخ الدكتور عم يشوفه. قال: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. فالآن انتقلوا من هذا التشيع إلى التشيع الصحيح. هذا هو يقول، وانظروا كتبكم، أعيدها حتى نعيها. ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، الذي يدعي التشيع. ولو قام قائمنا، بيقول يعني الصادق كذلك الإمام، الخط هنا ضعيف، بدأ لابد قائمنا، إيه لو قام قائمنا بدأ بشيعتنا، لا هنا كلمة بكذاب شيعتنا فقتلهم، بكذابي. إيه هنا حاطط له تشكيل مخطئ. لو قام قائمنا بدأ بكذابي شيعتنا فقتلهم. فمعنى ذلك، أنهي هذا حتى لا يقول الدكتور طولت. الفكرة أعوها اللي قلتها، يوم ثارت مسألة الولاية ثارت الفتنة، سكتت هذه المسألة سكتت الفتنة. هنا هذا مفهوم خطير. نعم إيه والله. ولا لاحظوا إخوان، الآن الأمة ساكتة عن الموضوع، من اللي أثارها؟ هو الذي أحدث الفتنة. الآن من الذي يحدث الفتنة؟ هم الذين يثيرونها، ويعني يثيرونها قبل خروج الرجل رضي الله عنه وأرضاه، قبل خروجه. لكن انتظروا، إذا خرج كسرتوا رؤوسنا وسلمنا معكم واتبعناكم، ليس يسووا فتنة قبل ما يطلع الرجال. طيب أو على كلام السودانيين الزول، ولا على كلام كذا. طيب إذن الآن نرجع. ما أنزل الله عز وجل لو قام قائمنا بدأ بكذاب. أنهي هذا بكلمة. جعفر الصادق يصف الشيعة بكذابين، الحسن رضي الله عنه يصفهم بما سمعتم، علي يصفهم بالخونة. كيف نأخذ الروايات الآن عنهم عن علي؟ سقط مذهب الشيعة جملة وتفصيلا. خونة، علي بيقول أنتم خونة، كيف نأخذ الأحاديث عنهم الخونة؟ ولا اترك الذين قال الله فيهم أولئك هم الصادقون أولئك هم المفلحون. لك هل يستوي يا إخوان؟ الله يبارك فيكم والله يصلحكم. هؤلاء الذين ذمهم علي يجب أن نأخذ منهم الدين، وهؤلاء الذين مدحهم الله ورسوله والمؤمنون والكافرون كلهم، ومدحهم اليهود والنصارى وشهدت لهم الأعداء، هذول لا نأخذ منهم، ونحن كفار إن أخذنا من أبي بكر والسلام. طيب مشاهدينا الكرام، دقيقة واحدة يا جماعة، لا إما يغلق هذا. نحن تجاوزنا كل الأوقات. طيب أنا فقط دقيقة، وعندنا تجاوزنا كل الأوقات. لازم المرة هذه زي قناة الجزيرة لما ينتهي برنامج أكثر من رأي ولا الاتجاه المعاكس، انتهى الوقت. أنتم في قناة المستقلة ماخذين براحتكم، كل تسهروا على مزاجكم. مشاهدينا الكرام انتهى الوقت. نواصل الحديث غدا إن شاء الله مع ضيوفنا الكرام الدكتور جلال الدين محمد صالح والدكتور سعد الرفيعي والشيخ عدنان العرعور. فحتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لما أقوم يعني المرة فاتت واحد